طيب ابقى معي كسيف، سأعود إليك. لدينا خبر أريد منك تعليق عليه. مشاهدينا الكرام، اتهمت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة الجيش بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد زوجها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس. وكررت زوجة نتنياهو عدة مرات خلال اللقاء الذي عقدته الأسبوع الماضي مع عدد من ممثلي عائلات المختطفين، كررت التصريح بأنها لا تثق في كبار قادة الجيش الإسرائيلي. وقالت صحيفة هآرتس إن ممثلي عائلات المختطفين أعربوا عن غضبهم خلال الاجتماع من زوجة نتنياهو لقولها إنها لا تثق بالجيش لأن مصير أبنائهم المختطفين متوقف عليه، ما جعل زوجة نتنياهو توضح أنها لا تثق بقادة الجيش فقط وليس في الجيش ككل. وزعمت أكثر من مرة خلال الاجتماع أنهم يسعون لتنفيذ انقلاب ضد نتنياهو بحسب هآرتس. ما رأيك عوفر في تصريحات سارة وفقا لهآرتس من أنها تقول لعائلات المختطفين أن الجيش يريد انقلابا أو يقوم بانقلاب على بنيامين نتنياهو أو على الأقل قادة الجيش؟ كيف استمعت لمثل هذا التصريح؟ نتنياهو بحد ذاته والحكومة بشكل كامل لم يتحمل أي مسؤولية لمجزرة 7 من أكتوبر، وحتى الآن بعد مرور 9 أشهر نتنياهو لم يقل حتى مرة واحدة أنه يتحمل أي مسؤولية بسبب هذه المجزرة الإجرامية، ولا أي شخص في الحكومة تحمل مسؤولية ذلك. هذا هو جزء من المحاولة المستمرة من قبل نتنياهو لتسليط الضوء على أشخاص آخرين وإزاحة الأنظار عنه، وهذا الأمر بالنسبة له لا يهمه. ربما يمكنه إلقاء اللوم على سياسيين آخرين أو حتى عائلات الرهائن أو حتى الضحايا أو حتى أي عناصر آخرين في الجيش. أنا لا أعتقد أن هذه المزاعم جدية. هذه هي جزء من المحاولة لإزاحة النظر عن نتنياهو وإلقاء اللوم على آخرين، ولكن اللوم الحقيقي يقع على نتنياهو. وبالإضافة إلى كل ذلك، هذه ليست مسألة تتعلق بسارة نتنياهو، هي ليست رئيسة الوزراء ولم يتم انتخابها. هذا الأمر لا يعنيها. إذا أنا لا أفهم لماذا في المقام الأول سمح لها بإطلاق مثل هذه المزاعم في حين أنها ليست جزء من الحكومة أو الكنيست أو أي هيئة أخرى. هذا هو جزء من هذه الثقافة الدكتاتورية السياسية التي يتبعونها، وهم يتعاملون وكأن عائلة نتنياهو هي العائلة الحاكمة الوحيدة. هي ليست جزء من هذا النظام ولا يحق لها أن تقول ذلك. إذن أنا أقترح من الجميع أن يسخر من هذه التفاهات التي تحدثت عنها، وهذا ليس تعاطفا مع الجيش ولكن ببساطة لأنها ليست جزء من النظام السياسي وهذا الأمر لا يعنيها. هذه مجرد محاولة من قبل نتنياهو لإلقاء اللوم على غيره لأنه لا يريد أن يعترف أو أن يقر أنه هو رئيس الوزراء وهو المسؤول، هو المذنب، هو المسؤولية تقع على عاتقه ولا يهمنا ما تقوله زوجته. يعني اسمح لي يا عوفر، لماذا تستبعد ما تقوله سارة؟ ما تقوله سارة زوجة نتنياهو ذكروا نتنياهو بشكل أو بآخر، ذكروا يائير ابن بنيامين نتنياهو عن الجيش. لكن اسمح لي، لماذا تستبعد هذه الفرضية؟ وجدنا خلافات كبيرة وخرجت إلى العلن بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت وبين بنيامين نتنياهو رئيس الأركان وبنيامين نتنياهو. عدد من قادة الجيش حتى وصل الأمر لأن هجاري يخرج ويقول لن نستطيع أن نقضي على حماس قضاء مبرما، كما يتحدث بنيامين نتنياهو عن النصر المطلق. هل من الممكن أن نضع هذه الفرضية؟ يعني وأسألك بشكل مباشر، كم في المئة من الممكن أن نرى انقلابا من قبل الجيش الإسرائيلي على القيادة السياسية على بنيامين نتنياهو؟
أنا لا أعتقد أن هناك أي محاولة لإحداث أي انقلاب ضد نتنياهو، وأنا لا أعتقد أن هذا السيناريو واقعي. سبق وقلت ذلك في السابق، وأود أن أشدد على هذه النقطة. هذه مجرد حملة من قبل نتنياهو، ولسوء حظه عائلته مثل ابنه وزوجته يتصرفان وكأنهما جزء من هذه المملكة، إن صح القول، ولكن هذا ليس صحيح. لا يحق لهما أن يتحدثان عن ذلك. ليس هناك أي انقلاب، وهذا الأمر ليس ممكنا، وهو مجرد طريقة لإلقاء اللوم على الآخرين. إذا قبل إلقاء القوم على الآخرين والسياسيين والحكومة أو حتى بعض عائلات الرهائن بسبب التظاهرات التي تحصل في البلاد، أو حتى اللوم على الإعلام أو على المعارضة، أو حتى لاموا النظام القضائي، والآن هم يلومون الجيش. هذا هو جزء من هذه الحملة التي تهدف إلى تحقيق هدف واحد، وهو تنظيف صورة نتنياهو. ولكن ما أود أن أقوله مرة أخرى، نتنياهو هو المذنب الأساسي في مجزرة 7 من أكتوبر الرهيبة. هو مسؤول عما حصل، وعلى مدى السنوات أراد وقال وتصرف لتعزيز وتقوية حماس لمصالحه الخاصة ولأسبابه الخاصة. إذن هذه المسألة تقع على عاتقه مسؤولية